المعارضة هي شيء طبيعي جدا وتوجد في كل الدول. فتعريف المعارضة هي عبارة على حزب سياسي أو تيار سياسي أو فرد مستقل ينتقد السلطة الحاكمة بتسييرها للوطن. فهنالك بعض الأخطاء الاقتصادية أو أخطاء مثلا في وزارة الصحة أو التعليم وغيره، فلا يوجد أي بلد لا يحتوي على المعارضة. فمثلا في الولايات المتحدة هنالك أحزاب عديدة معارضة، من بينها نورثن US، وهنالك في تركيا العديد من الأحزاب المعارضة والأفراد كذلك، نذكر من بينها حزب الشعب الجمهوري لكمال. لكن يا إخوان، المعارضة في الدول المتقدمة الراقية تختلف عن الدول العالم الثالث. فالمعارضة في الدول الراقية تنتقد أفعال الحكومة لكن لا تمس سيادة الوطن، ولا تشتم الشعوب، ولا تشتم وطنها، ولا تتآمر عليه، بل تقدم انتقادات وأيضا تقدم حلول، من بينها حلول اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وغيره. فمثلا نورثن US كان ينتقد بشكل كبير رؤساء الولايات المتحدة، لكن عندما تحدث أزمة في الولايات المتحدة مثلا انهيار اقتصادي، وقف هذا الحزب بتضامن كامل مع السلطة لكي يجدوا حلول اقتصادية معا. وأيضا في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان وقف زعيم الحزب الشعبي الجمهوري ضد هذه الأفعال، ووقف أيضا مع الجيش، وكذلك وقف مع هجمات تركيا وزلزال تركيا. إذن يا إخوان، المعارضة في الدول الراقية والنامية والمتقدمة هي عبارة عن إيجاد حلول سياسية واحترام ضوابط الدولة ومعايير الدولة واحترام السيادة الوطنية واحترام الجيش والمؤسسات. لكن في الدول العالم الثالث هي عبارة عن عملاء مأجورين للتهجم على الوطن بدنانير معدودة. وهنا نأتي إلى قصة بوشغلاب أو أحمد سقلاب أو زيلة بريان أو زيلة غرداية. لمدة طويلة أصر الشعب الجزائري على أن بوشغلاب أو زيلة غرداية هي سبب الفتنة والتحريض في غرداية، وزهق العشرات من أرواح الأبرياء ونشر العنصرية والفتنة بين بني ميزاب والإباضية والعرب. كذلك الشعب الجزائري طالب بمحاكمة بوشغلاب وأيضا كمال الدين فخار الذين هم سبب الأزمة والتحريض والفتنة في غرداية، وبالفعل تم سجن ومعاقبة بوشغلاب. لكن هذه المختلة العقلية لم تتعلم من درسها وذهبت أيضا إلى السعودية، وكذلك تم طردها لتهرب أخيرا إلى بريطانيا. وظنت بوشغلاب أو زيلة غرداية أنها في مأمن وأن لا أحد يستطيع الوصول إليها، إلا أنه في عصر التكنولوجيا والإنترنت ليس هناك أحد في مأمن. وتم فشخ زيلة غرداية أو بوشغلاب بتسجيلات صوتية مخترقة من جهازه، فلنسمع التسجيل معا. المعذرة يا أحمد، كنت مشغول شوي بالاجتماع. عادي. قل لي أنت كيفك؟ والله الحمد لله. تمام الحمد لله. عيط لي، كنت مارس في الرياضة اسمعني. ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. والله كلمت الشيخ اليوم. ايه؟ هو زعلان عليك مرة يا أحمد. كيفاه؟ هو بيقول أنه حاسس أنك مو واقف مثل ما يلزم. اصبر. شو رأيك يا أحمد؟ عاود لي. قلت لك الشيخ مرة زعلان عليك. كيفاه مواقف؟ ما تصارخ يا سقلاب، ما تصارخ. خلاص اسمعني. بص فهمني في انت مواقف. طيب أنت ما تبغي تسمع الكلام يا أحمد. أنا قلت لك كم مرة يا أحمد لا اصبر وفهم. لا تغلط علينا في البثوث. انت رجعت مو بس تغلط علينا، انت غلطت حتى على حليفنا بالشرق الاوسط. لا حول ولا قوة الا بالله. شنو شعر انت صاحي؟ اقول لك حاجة، هذا اسمه الدبلوماسية الفكرية. شو يعني الدبلوماسية الفكرية؟ انت صاحي يا اسمعني، الشعب الجزائري شعب عاطفي، راك فاهم؟ طيب، واللي لازم نحرك له المشاعر بالقضية الفلسطينية. ايوه، يعني نكسبوا بهذه الطريقة. يعني انت يا احمد بيهمك الشعب الجزائري على حساب حبايبك اللي واقفين معاك؟ لا. اوكي تمام. نقول لك اروح الواتساب احسن. ما تخاف يا احمد، هذا خط امان. شوف نقول لك حاجة، انا عمري ولا همني هذا الشعب يروح يقوم
بيه بالدولة بالقضية الفلسطينية. ليك واجهة قاعد. عيب والله عيب. يروح يقودوا. عيب يا أحمد يروح والله. يقودوا. والله كله بجو يا أحمد. الو السلام شيخ. وعليكم السلام أحمد. كيفك حبيبي؟ والله في نعمة. وش راك لاباس؟ الحمد لله. قل لي يا أحمد. وي راني معك. نزلت البوست اللي قلت لك عليه قبل أيام؟ لا والله مازال. راه ميت تفاعلي شوية اليوم. ليش ما نزلته؟ قلت نخليه غدوة أفضل. واش رايك؟ أوكي. قل لي. والله راني في المكتب لكن قالوا لي الكود راه حالط. ماذا بيك الشيخ تتأكد. رحمة والدي. شوف مع أبو ماجد. إيه عيطت له. ما هزش عليا. تبقى على أبو ماجد. اتصلت عليه؟ وي اتصلت به. ما هزش. أوكي. ماذا بيك؟ بشوف والله راني محتاج يا شيخ. أوكي يا أحمد. أبشر. بارك الله فيك. بس ما تنسى البوست اللي قلت لك عليه. متهني. زين؟ على قدم وساق يا شيخ. ربي يحفظك. إذا يا إخوان كما شاهدتم، بوشقلاب أو زايلة غردية تشتم الشعب الجزائري وتشتم الجزائر وأيضا القضية الفلسطينية. وما دخل القضية الفلسطينية؟ وتشترى زايلة غردية أو بوشقلاب بدنانير معدودة جدا، وهي ليست مخيرة بل هي مسيرة. والشيء المدهش يا إخوان أن زايلة غردية أو بوشقلاب بعد فشخها خرجت في فيديو تقول فيه أنهم قاموا بفبركة لي تسجيل صوتي مع دولة الإمارات. لماذا هذا مدهش؟ لأن إسماعيل مان لم يقل أبدا دولة الإمارات، والتسجيل نفسه لا يحتوي أبدا على دولة الإمارات. قال له يعني مادام تملك تسجيلات خطيرة بين المخابرات الإماراتية وما بين المواطن الجزائري أحمد سقلاب. إذن هكذا ورطت زايلة غردية أو بوشقلاب نفسها وفشخت نفسها بنفسها. انتهت حلول الأرض لدى زايلة غردية وبوشقلاب، فبعدما أن بررت كثيرا بالعديد من الفيديوهات أن هذا التسجيل مفبرك ولم يصدق الشعب الجزائري ذلك، لجأت إلى حلول السماء وقامت بجلب المصحف والحلف والقسم به. أقسم لكم بالله العلي العظيم يا إخوان، وهو يدي فوق المصحف. أقسم لكم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم وربي سبحانه شاهد على كلامي وش راني نقول. وتحدث أيضا إسماعيل مان أن يثبت صحته وأن يحلف أيضا على المصحف. لكن يا إخوان، هل عندما تمسكك المحكمة وتكون أمام القضاة واللجنة والمحامين هل سيثبتون براءتك بأن تحلف على المصحف؟ تحلف؟ أحلف بإيه؟ أحلف حياتي من العمليين وحاسب العمليين وحاسب العمليين والمأوى المأوى معكم ولا ده يتحدث هم على طول. أيضا لو مسكتك الشرطة متلبس هل ستطلب منك أن تحلف على المصحف ثم يدعونك وشأنك؟ لا، غير صحيح، لأن في هذه القضايا نأمن فقط بالأدلة العلمية والبراهين والجانب التقني التي لم تستطع زايلة غردية ولا شواكرها إثبات أن التسجيل مفبرك، فقط بالكلام الإنشائي. المشاهدة الله ينور خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عبد. انا تسجيل عندي وحقيقي وبارطاجيته، انا واحد من الناس وماشي فو كونت زيد فمثلا لو نعتبر إسماعيل مان ليس مسلم بل هو يهودي أو مسيحي أو بوذي أو ملحد، لا يمكنك أن تطلب منه أن يحلف على المصحف، عليك بأن تأتي بإثباتات علمية وتقنية تقول أن التسجيل مفبرك. وهذا ما فشلت فيه زايلة غردية أو بوشقلاب، ولم يثبت يا إخوان أبدا على الصحابة أو على الرسول أن حلفوا على المصحف، فهذه مجرد بدعة، وزايلة غردية تهاجم دائما البدع، لكن الغريب في الأمر أنها تؤيد هذه البدعة. وهناك مثل مصري يقول: قالوا للسارق أحلف، قال هذا يوم سعدي. وأيضا الشعب الجزائري لم يبتلع هذا الطعم، لأنه يعرف ويعلم جيدا أن بوشقلاب تحاول ممارسة العاطفة لكسب الشعب الجزائري وأيضا إدخال الدين في هذه القضية. فتبقى لدى زايلة غردية أو بوشقلاب حل واحد، هي الطعن في إسماعيل مان، فتارة يقول أنه محتال وسارق، وتارة يقول أنه تابع لسلك الأمن وأنه مسير، وتارة أخرى يقول أنه يقطن
في مناطق نائية جدا في الجزائر، فتارة يقول وادي رهيو، وتارة يقول بسكرة، وتارة يقول منطقة اسمها المغير. لابس كاكول كونكوا زعما هو مخترق، هو عايش في وادي رهيو يا رب العالي. من بلدية المغير. وذلك لإيهام الناس أن إسماعيل مجرد شخص يعيش في منطقة نائية لا يسمع له. وطبعا يا إخوان هذا غير صحيح، وحتى لو كان صحيح فلنفترض أنه كان صحيح، يعني هذه المناطق نتشرف بها لأنها مناطق جزائرية وهم سكان جزائريون ولديهم وطنية وربما أكثر منا، وهذا ما تحاول زايلة غردية فعله. وبوشقلاب أو زايلة غردية هي نفسها من مناطق الظل كما تسميها، هي من منطقة اسمها بريان. إذن هذا ما تفعله زايلة غردية أو بوشقلاب، هي تحاول إثارة الفتن والتحريض ضد الولايات وإنشاء العنصرية. وباتنا ما تلومهمش، يعني معمرة بالزوايل والحيوانات، ناس عايشين في القرون الوسطى. لحد الآن لم تأتي زايلة غردية أو بوشقلاب بأي معطيات لتبرئة نفسها، فقط القذف في إسماعيل مان وقذف في الولايات والقذف في الشعب الجزائري، إلا أنها لم تتضح الصورة بعد، وكلما حاولت الدفاع عن نفسها إلا أنها ورطت نفسها أكثر. فتارة تطلب من المخابرات والشرطة والدرك أن يعتقلوا إسماعيل مان، وتارة أخرى تطلب من المعارضة المساندة معه. وهذا أمير ديزاد وزيطوطو منا، والله نتمنى يقعدوا في الساحة. علاش نتمنى يقعدوا في الساحة؟ بصح دير في بالك باللي هذا أمير ديزاد لو كان يختفي من الساحة، لو كان يتم إنزاله للجزائر، عباك شكون اللي يفرح؟ يفرح بأسبوع المنتن والطحاحنا اللي ماشي رجال. علاش؟ باسكو هاو نحاولهم راجل من الساحة. خرج هذاك بوقلاب قلاب وجحش بن زديلة. زايلة غردية تعيش في حالة نفسية وهي مرعوبة جدا، ولا هي حتى تغادر المنزل، فأصبحت متخبطة مثل المرأة التي بدورتها الشهرية. فهؤلاء يا أعزائي الخونة والعملاء عندما تدعس عليهم يلجؤون إلى أي شيء، أي أن زايلة غردية أو بوشقلاب ليس لديها أي مبادئ ولا قيم ولا ضوابط ولا رجولة، لأن الرجل الحقيقي لا يغير مبادئه بين ليلة وضحاها، والرجل الحقيقي لا يغير موقفه ولا يخون وطنه. تابعوا معي هذا التسجيل حيث كان يشتم الشعب الجزائري من الأرشيف، فإذا قال أن التسجيل مفبرك لا يستطيع أن ينكر هذا. قصة حياتي أنا طلعت عباك علاش طلعت لايف، أنا طلعت لايف نتايا والو كيفاش نحكي لك انت قصة حياتي؟ واش قضية ما تحكيليش ليا، احكي للجماعة، اللي راه تشوف فيك. انا ما تحكيليش اسمع، نيك الجزائر والشعب الجزائري طول وعرض نقود انت نحكي لك انا قصة حياتي انت والشعب الجزائري كاع. انا ماني سامع قلابجي خويا، ما نخافش عليك، نيكم ما غير قلابجي من الكبار، زيد لهم عطيهم زيد. انت مهبول. اسمع احبس انا ما طلعتش على جال هذا الغاشي هذا والهيشر هذا تاع الزبي هذا. الآن نتركه مع الأرشيف زايلة غردية أو بوشقلاب وما الذي فعلته في غردية من فتن وجهوية وعنصرية وأرواح زهقت بسبب زايلة غردية. بعض نشطاء الفيسبوك على وصف أبناء المنطقة بأعتى الأوصاف، متناسين أن صب الزيت على النار يزيد من تأججها في وقت يساهم كل تحريض في إيقاع مزيد من الضحايا، كتصريح أحمد سقلاب أحد الناشطين على الفيسبوك. يحتفل الميزابية الإباضية يحتفلون بهذا اليوم، يطيبوا أكلة خاصة، يحتفلوا بمقتل سيدنا علي لأنه قتلوا خارجي منهم، يحتفلوا بمقتل سيدنا علي. وهذا المناسبة هذه كل ما تجي 20 رمضان تصرى إبادة للعرب، يقتلوا كما اليوم ماتوا ثلاثة من العرب. ما يزيد طن بلة استخدام نشطاء فيسبوك صورا التقطت لأحداث وقعت في بعض الدول العربية ونشرها على صفحاتهم لإيهام الرأي العام أنها كل هذه الأمور يا إخوان وصلت حتى أن قالت إسماعيل فشخني في السجن. شاهدوا معي هذا الفيديو. مر هذا إسماعيل مان مر ضباط وشيفان داخل الحبس، قال لهم عيطت لضباط صحابي وشيفان
داخل الحبس قعدوا سقلاب هذا على قرعه وعذبوه جنسيا وفعلوا فيه. حسن بوشقلاب أو زايلة غرداية ليس لها أي مستوى سياسي أو ثقافي أو اقتصادي، فالبعض من أتباعه قلة قليلة يقولون أن هذا الشخص واعي جدا. بماذا واعي؟ كل المعلومات التي يقولها هي معلومات إنشائية، لم تقدم بوشقلاب أي حلول اقتصادية مثلا أو سياسية. فالاقتصاد اليوم يحتوي على الكولترونز والعملات الرقمية والأسهم والبورصات والناطحات السحاب وكل شيء. وزايلة غرداية أو بوشقلاب لا تجيد حتى أن تشغل جهاز الماك بوك. ثم في السياسة زايلة غرداية وأتباعها ينتقدون فقط ولم يقدموا أي حلول. والشعب الجزائري كله يعرف أن الثلج لونه أبيض وأن هنالك مشاكل في الجزائر. وأيضا بوشقلاب كانت تدافع عن شخصيات هم في دولة عربية أجنبية، والبعض منهم أدانتهم الحكومة الجزائرية بتهمة التخابر. فلماذا بوشقلاب تدافع عن تلك الشخصيات؟ إذا بحمد الله تم فشخ زايلة غرداية بوشقلاب فشخ جامد جدا وليس له أي مثيل. وتقلبات المزاجية لعادتها الشهرية لزايلة غرداية تؤكد على تورطها أكثر، وأن هنالك خبايا لا نعلمها نحن، في انتظار المزيد.